كنت بتشوفي وقت كلاسز بجري ازاي وباجي ازاي. بس انا كنت في الاول واخداها اكنها رياضه. دكتور، عايز اسالك، لو في مريضه جاتلك وعايزه تاخد او تتعلم في كورس رقص شرقي، هتقولي لها ايه؟ الرقص بيديكي اللي هي اللمسه الجماليه اللي طبعا اكيد. لا في ناس تانيين بيفكروا بطريقه تانية وخلتني ابقى اقرب للستات. واو، حلو قوي 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 بجد، كلامك مؤثر جدا جدا بالنسبه لي. الحلاوه حلاوه الروح، بس حلاوه الشكل مهمه جدا. عايزين النهارده نرحب معانا بدكتوره التجميل والفنانه الجميله دكتور نهال. دكتور نهال مجدي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا جميله؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن تكلمينا على طبيعه شغل حضرتك؟ انا استشاري جلديه وتجميل وليزر. زي ما انتي ما قلتي كده، يمكن تخصص الجلديه بيبقى مهتم قوي بالجزء بتاع التجميلي، especially في الإيرا اللي احنا فيها، سواء ان احنا نهتم بشكل بشرتنا من الناحية الصحية قبل من ناحية الخطوط، ونكبر ايه ونصغر ايه. ده تخصصي. ايه اكتر حاجة الستات دلوقتي بتسأل عليها؟ اكتر حاجة يمكن دلوقتي في الفترة القصيرة اللي فاتت ان احنا نبقى الحمد لله في الاخر وصلنا ان احنا نبقى مهتمين بشكلنا، بنضارة بشرتنا، بكواليتي الجلد بتاعنا، اكتر من ان انا عايزة اكبر شفايفي او اكبر خدودي او ان انا اصلح البروبورشنز الطبيعية بتاعت وشها. اوكي. ايه اغرب حالة ممكن تكون جاتلك وانتي كنت حاسة ان لا it's too much او لا او ايه؟ في ناس بيبقوا جايين مثلا شفايفها حلوة جدا وهي مصممة انها تعمل مثلا ليب فيلرز. طب ليه عايزة تعملي ليب فيلرز؟ شفايفك الفوليوم بتاعها حلو متناسقين جدا مع بقية شكل وشها. طب لو عملتلك شفايفك هتبان انها اكنها بروز، ما مش حاجة طبيعية. وهي كانت لا، يعني هي مصممة انها تعمل ده. او مثلا حد يبقى عايز يكبر خدوده. في واحدة جات لي مثلا عايزة تعمل جو لاين، هي اصلا ما عندهاش خدود خالص، هي عايزة تعمل جو لاين، فوشها لو عملت جو لاين هيربع اكتر. هيبان ماسكلين او رجالي اكتر. فبس هي دي كانت جميله صراحه، اقتنعت بسهوله. لكن بتاعه الليب فيلر لا، هي قلت لها at the end of the day، قلت لها انت مش قادره تقتنعي بكلامي، you can do it anywhere else، بس انا مش هيبقى ده السيجنتشر بتاعي على وشك صراحه. طب ايه موضه جديده نازله في عالم التجميل؟ ان هم دلوقتي عايزين ياخدوا الايفكت بتاع الفيلرز بالسكين بوسترز او بالنضاره، مش بالفيلرز. وده يعني صراحة ما اعرفش مين اللي وظف دي قوي، بس ده صعب انه يحصل. ولو هيحصل لازم يبقى بسكين بوسترز كتير جدا من سن صغير جدا، عشان اصلا احافظ على نضارة البشرة وترطيبها والفوليوم بتاع الكولاجين فيها، فبالتالي هو ما قلش، فانا ما بعوضوش بفيلر. اوكي. لو حبينا بقى الجانب الفني اللي فيكي، لو هنكلم هنقول ايه بعد ما قلنا الدكتورة نهال؟ هنقول الفنانة نهال بنتي. قوليلي بقى، بتحبي الرقص الشرقي من امتى؟ وكمان ايه اللي خلاكي تحضري كلاسز البالي دانسينج؟ طيب، بما اني دكتورة وكنت طول عمري سواء في دراستي في المدرسة او في الكلية كانت على طول واخدة جزء كبير من حياتي، فالحاجات اللي انا كنت بحبها ما عرفتش اعملها كتير صراحة. من ضمنهم الرقص عامة والرقص الشرقي بالذات. فكنت دايما بحس ان انا لا اجيد الحتة دي، يعني حاسة ان انا جوايا طاقة بس الحتة دي لا اجيدها. كنت عايزة يعني بعد ما شوية بقى في شوية، ما كانش في وقت، ما كانش في بحبوحة وقت. طبعا اكيد. لا اكيد كنت بتشوفي وقت كلاسز بجري ازاي وباجي ازاي. بس انا كنت في الاول واخداها اكنها رياضة. كنت مليت من فكرة ان انا اروح الجيم مواعيد واشيل واعمل وبتاع، قلت انا مش بقول ان ده مش مهم خالص، لكن كنت عايزة اخد الرياضة بشكل شوية يغذي روحي ويغذي الحتة الانثوية اللي عندي. لان الرقص يعني زي بما اني دكتورة تجميل والجمال ده حاجة مهمة في حياتي اليومية ايفن للبيشنتس اللي بشوفهم. فالرقص بيديكي اللي هي اللمسة الجمالية الفنية اللي تخليكي تحسي ان انتي راضية عن شكلك. لان باي ذا واي التجميل
مش بس ان انا احقن حقنه ولا ان انا عايزه اكبر ده او اصغر ده زي ما قلت، لا، هو التجميل بتبقى اولا ان انت متصالحه مع نفسك. حتى لو انا شايفه شويه خطوط عايزه اصلحهم علشان اتصالح مع نفسي، اظبطهم علشان في الاخر الثقه اللي بتبقى جوايا لما اكون انا مبسوطه بشكلي بيبقى ريفلكتد. احلى ستات في العالم مش هم الجميلات بالمقاييس الجماليه، اكيد بشخصيتها وثقتها في نفسها، واثقه في نفسها. فبرضو ان انا اعرف اعمل الحركات بتاعه الرأس بثقه، يعني بتخليني احس ان انا لا يعني هرموناتي الانثويه مظبوطه. ايوه وده تاني الدورة الدموية، بيحفز الدورة الدموية، بيبقى ليه مردود على شكلي وعلى جلدي وعلى شعري اللي هو تخصص. طب قولي بعد تجربتك في الكورس انتي حاسة بايه او فرق معاكي ايه او حسيتي بايه بالتجربة نفسها؟ مبدئيا حسيت بجد بكتير من البيشنتس بتوعي، لان انا معظم البيشنتس بتوعي مش كلهم بس معظمهم ستات، فبقيت قريبة منهم اكتر، احن عليهم اكتر، ادق معاهم اكتر. كان في اوقات ممكن بيشنت يعني تقولي عن مشكلة عندها او يعني حاجة مش عاجباها في شكلها، وانا يعني استهيف المشكلة دي. بس بعد ما يعني رحت الكورس وشفت ستات تانيين بمنتاليتي مختلفة، مش كلهم دكاترة، لا، خلتني استوعب ان لا، في ناس تانيين بيفكروا بطريقة تانية، وخلتني ابقى اقرب للستات في الحتة بقى اللي هي وهم خلاص هم فري وعلى راحتهم، لان في كلاس احنا بنبقى بطبيعتنا وعلى راحتنا. ويعني برضو في اول كورس لما خدته معاكي كنت بجد لما لسه كنت بتريق على فيديو كنت شايفاه نفسي قريب، لما كنت بصور نفسي فيديو انا عايزه اعمل الحركه بالظبط اكني في كلاس، يعني اكني ودراسة. في المحاضره. اكني ماسكه ورقه، دكتوره دقيقه اكني في قسم التشريح. ممكن تقولي لي بالظبط الخطوات اللي تؤدي الى هذه الحركه، عايزه الستبس علشان امشي عليها. بعد لما سبت يعني لا، ما بقيتش مش مهم تطلع احسن حاجه الحركه، يعني هي الروح والطريقه اللي بتقدمي بيها الحركه هي اللي هتخليكي في الاخر شكلها انسيابي وجميل وخلاص، مش مهم تبقى بيرفكت يعني. واو، حلو قوي 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 بجد، كلامك مؤثر جدا جدا بالنسبه لي، ان تجربتك ان هي تطلع بالشكل ده وان هي تاثر عليكي بالشكل ده، فده بالنسبه لي حلو جدا. طيب تنصحي ايه في اخر حوارنا عن الستات ممكن تهتم ببشرتها ازاي؟ اولا ان احنا نهتم ببشرتنا بالبروتوكول الطبيعي خالص بتاعت البشره بتاع كل حد عنده بشره جافه غير بشره دهنيه غير بشره مختلطه، وانا صغيره 18 ولا 20 غير وانا عندي 25 فيما فوق وغير وانا عندي 35 فيما فوق. فحسب انا في اي مرحله اهتم بالروتين يعني بتاعي حسب طبيعه بشرتي وعمري. دي اول حاجه. تاني حاجه الحاجات بقى التجميليه والحقن والحاجات اللي بنعملها في العياده، هو حاجه بقت مهمه، ولازم كل حد يبقى عنده روتين سنوي هو عارف هو المفروض يعمل ايه في خلال السنة. لان بجد اللي بتبقى جايالي مثلا عندها مناسبة بعد شهر ولا 2 وعايزة ان احنا نتحول في الشهر ولا 2 ده، بتبقى تشالنج كبير جدا، لان كمان هي شكلها بيتغير بسرعة، فممكن أكيد ما تبقاش متقبلاه طبعا. لكن لو عملناها ستيب باي ستيب وماشية بان انا يعني بحقن حاجات علشان الكواليتي بتاعت الجلد، مش بس علشان احسن الديفوهات اللي موجودة، بيدي في الاخر اوتلوك احلى بكتير. زي ما حتى اللي بيحط ميك اب مثلا، لو البشرة اللي هو بيشتغل عليها حلوة هتبقى الميك اب طالع احلى من ان انا مثلا عندي حفر في بشرتي، او عندي عيوب عايزة اغطيها، او عندي الوان تسبغات عايزة اغطيها. ان انا يبقى عندي روتين سنوي especially لما أكون عديت 35 ماشي عليه، علشان خاطر لما أبقى 45 و 55 ألاقي نفسي كبرت. مش ما كبرتش، أنا مش ضد إن إحنا نكبر، بس كبرت in the best version of me. كبرت شكلي حلو، شكلي صحي، مش تعبان، مش تحت عينيا غامق، مش خدودي واقعة. ده شيء مهم جدا. سؤال بقى مهم جدا، ممكن تقولي لي ايه الحركه اللي كنت شايفه ان هي صعبه وبعد كده لقيتيها سهله؟
الرعشه. انا بقول لهم رعشه زي ما عائشه بتقول. الرعشه ما كنتش عارفه انها بسيطه قوي كده الصراحه. بالظبط، هي معتمده على عضلات الركب وان رجليكي ان هي تبقى قويه فالحركه بتبقى كويسه. هو انا عايزه اقول حاجه كمان عن الراس، ان هو بجد بيحسن الكور ماسلز يعني قبل عشان الاستابيليتي، وان احنا كنا عندنا في الكورس بيبقى فيه حاجات يوجا وفلكسبيليتي، فهو بيشتغل اكتر على الماسلز بتاعه الكور، ومن ضمنها البلفيك ماسلز اللي هي بتاعه الحوض، اللي هي مهمه جدا جدا انها تكون قويه في اي امراه. هي اللي بتخليها عارفه تبقى صلبه ظهرها، فردة كتافها، هي اللي بتبقى مخليها عارفه ازاي تتحكم في حركات وسطها او الهبس بتاعتها عامه. فده بيديها ثقه في نفسها، ان هي البوستشر بتاعها حلو، الهدوم عليها شكلها حلو. فده لما اكون واقفه قدام المرايه وشايفه شكلي حلو، انا ريفلكتلي ببقى ثقتي في نفسي عاليه، وببقى شايفه نفسي حلوه حتى لو عندي كذا خط في وشي. دكتور، عايز اسالك، لو في مريضه جاتلك وعايزه تاخد او تتعلم في كورس رأس شرقي، هتقولي لها ايه؟ هشجعها جدا، لان يعني هو هيفيدني في شغلي معاها كحاجات عايزه تظبط حاجات في وشها او في جسمها عامه. ان احنا مش بنعمل بس تجميل للوجه، بيبقى فيه اوقات النك والديكولتي والجسم نفسه والايدين، الحاجات دي كلها. يعني تخيلي في حد بيجي يقول لي انا ايديا شكلها معجز، او حد رقبتي، او ايفن حتت في الجسم من جوه مش باينه خالص، لكن هو مش لازم كل حاجه بعملها علشان الحته اللي باينه مني. فهشجعها جدا، لان هي بترفلكت وانس انها بدأت تحس بأنوثتها كده، وانها سيدة بتعرف تعمل يعني عندها لياقة في الحركات اللي ممكن تستخدمها في حياتها الشخصية او حتى وسط بنات. بيديني نتيجة أنا كبشرة يعني، أو كحاجة بعالجها لها في وشها، بتديني نتيجة أحسن بكتير، لأنها كمان زي ما قلت بتحفز الدورة الدموية، يعني بتحفز الفنانينتي عامة عندها. الفنانينتي الفيمينينيتي بالظبط، بتحسن فيمينينتي بجد. طاقة الأنوثة بتزود طاقة الأنوثة جدا، وده المهم. ثانك يو، ميرسي جدا يا دكتور، ويا رب يا رب اشوفك تاني قريب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انبسطت معاكي قوي يا عائشة. ثانك يو يا دكتور. العفو عليك.